مع المرأة الحديدية المدير الإداري لفريق أبناء مصر في روما أو أبناء الجالية المصرية في روما، وأحد أهم أعمدة الفريق، ويعني أحد عوامل النجاح لطابور العرض المصري اللي النهارده فاز بأفضل جائزة لميس مصر النهارده الحاجة زينب محمد. يعني زي ما قلت المرأة الحديدية رئيس مسجد الهدى والناشطة دائما، والتي تضع مصر دائما على رأسها وفي قلبها. بعد الكلام الحلو ده اعرف اتكلم انا؟ عجزت عن الكلام. شكرا كتير يا استاذ اكرامي، شكرا لنادي العرب دايما متواجد في الحدث المهم. حقيقي فرحه كانت غير متوقعه، لان ما كنا فاهمين ان احنا طرت فرحا، يعني مش انا هنكسب. سجلت اللقطه دي، يعني الحقيقه انا خرجت عن شعوري. يعني كانت عفويه. فسامحوني لو اللقطه كانت طبعا مصر يا يعني حاجه تستاهل غير مننا كده. يعني مش منمقه. طبعا انا تشرفت بشعوري كمصريه. مجرد ما قالوا ان احنا اللي كسبنا كان حدث رائع، لان احنا ما بنخش اي حاجه فيها مصر لازم نكسب. احساس بقى زي ما بيقولوا علينا دايما عندنا العزه، عندنا الكرامه، بس ما ينفعش مصر تخش في حاجه وتخسر، ما ينفعش. دي حقيقه يعني. خاصه تكوني حضرتك موجوده فيها. لا يعني والله، لا والله، كل الناس موجوده حلوه، كل اللي موجودين ما شاء الله عليهم كانوا على قلب رجل واحد، كلهم ما شاء الله كانوا سعداء، كلهم كانوا فرحانين. يعني انا مهما اقول انا فرد في ضمن مجموعه، يعني احنا ناجحين عشان الحمد لله كلنا بنحب بعض، بنحترم بعض، موفقين لان حادين دايما مصر قدام عينينا، ان مصر تنجح، مش مهم مين الاشخاص، المهم بلدنا هي اللي تنجح. شكرا. وعجز عن الشكر.